معي الناخب الوطني رشيد الطوسي. سي رشيد، بداية شنو خلاصة اللي خرجتي بها من هذه المباراة؟ فاكيد خلاصات كثيره جدا. هنا كتبين بعدا اولا بان الفريق خاصنا لعبنا معاه، كما كان كيظن البعض بان فريق سهل، ماشي فريق سهل. هنا بيناه، وحنا كذلك حنا لعبنا يعني بالمجموعه الاولى، الفريق الاول اللي كانوا لاعبين يعني ممرسون، واكيد بان كنا خصنا نقوم بتغييرات في الشوط الثاني، خصوصا انه اللاعبين ما خصهمش يشتركوا، مقبلين على مباريات مع الفرق ديالهم يعني في نهايه الاسبوع، وخصنا نجربوا اللاعبين اللي جبناهم، ما خصناش نبقاو يعني نخليهم في الاحتياط. اكثر من هذا ما كنبحثوش عن النتيجه، اكثر من كنبحثوا يعني واحد التوازن وواحد الانسجام داخل الفريق. والحمد لله الشوط الاول يعني كانت واحد السيطره مطلقه بالنسبه لنا، ما سجلناش اهداف. الشوط الثاني قمنا بتغييرات باش نجربوا لاعبين اخرين. حنا شفنا الاداء ديال الفردي لبعض اللاعبين اللي مرتاحين لهم الجدد، راي بريغاطا اللاعب الغزواني، واكيد بانه النتيجه ما كتعكسش يعني المستوى اللي ظهر فيه المتفوق، خصوصا الشوط الاول. لما تكون مباريات وديه اخرى للمنتخب الوطني، اكيد وحنا مقبلين ان شاء الله قبل هذا غتكون مباراه وديه باش نزيدوا يعني في البحث عن الايقاع والبحث عن انسجام داخل الفريق. شكرا رشيد طاسي الناخب الوطني. اذا كما تتبعتم مشاهدينا، انتهت مباراه المنتخب المغربي ومنتخب الطوغ بتفوق المنتخب الطوغولي بهدف ل0. عوده اليك خالد في استديوهات قناه الرياضيه. طيب، استخلاصات قال طوس بنا استخلاصات كثيره جدا، ربما العمل غيكون اكثر من الخلاصات. رشيد طوسي الان تحدثت فقط على لاعبين من ثلاثه اللي جربناهم اليوم. ادريان هاريغاتان اعطى بان بانه لاعب متحرك سريع ايضا.